السلام عليكم. كل يوم معلومة جديدة، ومعلومة النهاردة عن برنامج تويا. المعلومة بتاعت النهاردة هتفيد ناس كتير جدا، خصوصا اللي عندهم سيرفرات أو عندهم مصانع وفيها مكن بتأثر خطوط الإنتاج عند انقطاع الكهرباء ورجوعها تاني، أو بعض أجهزة الوذر والاستشعار. وقيس على كده حاجات كتير جدا. هقول لكم المعلومة وانتوا او الناس اللي بيقابلها الموضوع ده هيعرفوا انا بتكلم عن ايه. معلومة تساوي مليون جنيه. طيب، بعض الأجهزة لما الكهرباء بتقطع بنحتاج إن احنا نعمل لها ريست، بندوس على بوش بوتون بحيث تبدأ تشتغل من جديد. الكلام ده بيعمل إزعاج لبعض الناس، وبيضطروا إن هم يروحوا الأماكن دي عشان يعملوا ريست، وخصوصا في قلنا في أجهزة الوذر أو الاستشعار عن بعد والسيرفرات، وكمان في بعض المكن في المصانع وأجهزة التبريد والتكييف في أبراج الاتصالات. طيب، الموضوع ده كان مستحيل مع قطع أو سنوف أو برنامج إيولينك، لغاية الشركة ما أنتجت القطعة اللي اسمها سنوف ميني ار 4 بقى الموضوع ده ممكن. طيب، برنامج تويا الموضوع ده متاح فيه من زمان، وبيشتغل مع 90% من القطع، او ممكن نقول 100%، لان ده اوبشن سوفت وير مش هاردوير. مع العلم ان القطع بتاعه تويا او اللي بتشتغل على ابلكيشن تويا بتختلف في الاوبشنات الهاردوير بتاعتها، وبالتالي السوفت وير من مصنع لاخر. طيب، هنشوف ازاي بنعمل الحركه دي. خليكم معانا وركزوا كويس جدا. هقول لك هنعمل ايه يا سيدي. بص، احنا هنروح على اي قطعه عندنا، وليكن القطعه دي ده مفتاح 3 خط من تويا. هناخد على سبيل المثال المفتاح اللي في النص اللي اسمه المطبخ. هنروح على تايمر، وهنروح على المطبخ، وهنقول انشنج، وهنختار الزمن اللي احنا عايزينه، وليكن ثانية واحدة احنا اللي محتاجينها فقط، وهنفعل الانشنج وهنخرج كده. تمام. هنروح على التايم او السيتنج، هنروح على السيتنج وهنروح على ريلي ستاتيوس او حالة الريلي، ونخليه لما الكهرباء تقطع وتيجي يبقى اون. تمام. ونقول كونفيرم، نأكد، وبنخرج. وكده تمام. هنجرب مع بعض. بص حضراتكم، ركزوا معايا في المنطقة اللي عند السلم. ايه اللي هيحصل؟ انا هفصل عنها الكهرباء وهرجعها تاني. رجعتها، بدأ تنور المكان هناك ويطفي بعد ثانية. ده اللي احنا عملناه في الشغل اللي قلت لكم عليه قبل كده. انا عاوز حضرتك تتأكد ان كل يوم معلومة جديدة من الناصر سمارت هوم فقط. ونشوفكم إن شاء الله في معلومة تانية جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.